أبطال تالتة إعدادي عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلام. دفعة 2027 السنة دي معاكم أستاذ حسن أشرف، إن شاء الله السنة دي يكون معاكم في مادة الرياضة. قبل أي حاجة يا صديقي عاوز كده تجيب كوباية القهوة بتاعتك وتيجي تسمع الكلمتين اللي أنا أقولهم لك قبل ما نبدأ أولى محاضراتنا للمنهج الجديد 2027. ايه هما الكلمتين يا مستر اللي انت عاوز تقولهم لي قبل ما نبدا؟ عاوز اقول لك ان المنهج السنه دي بتاع الرياضه هو منهج سهل ولذيذ جدا جدا جدا، لان لقيت بعض الجروبات ولقيت بعض الناس بتتكلم عن صعوبه الماده. بالعكس انا شايف ان المنهج الياباني اللي الوزاره حطيته السنه دي بتاع 2027 هو محتاج طالب ذكي ومحتاج طالب يفهم ومش حفظ. ليه مش حفظ؟ لأن المنهج السنة اللي فاتت كان معتمد دايما على الحفظ، إنما المنهج اللي أنا شايفه السنة دي بيعتمد دايما على الفهم. فقبل أي حاجة يا صديقي عاوزك كده تسمي الله وتصلي على النبي، وإن السنة دي بتاع تالتة إعدادي في مادة الرياضيات هي مش مادة رعب. أنا هخليك بإذن الله حاطط رجل على رجل وتخش الامتحان تقفله. طب نظام الشرح أو نظامنا هيمشي إزاي؟ أول حاجة في المحاضرة دي أنا هشرح لك أول درس معايا في المنهج الجديد، وهو درس اسمه قوى القوى. طب بعد ما نشرح يا مستر هل إحنا مش هنحل؟ لا يا حبيب قلبي، أنا عامل لك 3 فيديوهات للدرس الأول. ال3 فيديوهات عبارة عن إيه؟ الفيديو الأولاني اللي أنت هتشوفه دلوقتي هو عبارة عن شرح فقط، شرح وحل جزء صغير. طب الفيديو اللي هينزل التاني هو عبارة عن حل كتاب الوزارة وحل كتاب المدرسة اللي هو الوزارة، وحل ايه؟ وحل كتاب المعاصر والكتب الخارجية. طب الفيديو التالت هيبقى عبارة عن ريلزاية صغيرة مدتها 10 دقايق، دي المسألة بتاعت التفكير الإبداعي. لأن بعض المدرسين بشوفهم يبدأوا على طول بمسائل التفكير الإبداعي غلط. ليه؟ لأن الطالب أصلا المفروض نطلع السلم واحدة واحدة. فقبل أي حاجة مش عاوزك تقلق، أنا بطمنك السنة دي مش سنة رعب، لا، والرياضة سهلة جدا جدا السنة دي، خليك تفهمها. تعالى بقى كوباية القهوة اللي معاك وتعالى نسمي الله وصلي على النبي واعمل لايك في القناة واشتراك وشير الفيديو ده لاصحابك، لأن المنهج هينزل لك بالكامل مجانا على قناتنا على اليوتيوب. تعالى يلا بينا نسمي الله ونبدأ أول درس معايا يا بطل يا صاحبي في الله، وهو درس اسمه قوى القوى. طبعا دي الملزمة اللي هتكون معاك موجودة في PDF على قناة اليوتيوب تحت. تعالى نروح للسبورة بتاعتنا ونبدأ إن إحنا نعبر عن كل حاجة بنقولها في الدرس. تعالى نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول درس معايا وهو اسمه إيه؟ اسمه قوى القوى. ما معنى كلمة قوى القوى يا أخويا في الله؟ واحد يجي يقول لي يا مستر أنا مش فاهم ما معنى كلمة قوى القوى. هفسرها لك دلوقتي. قوى القوى دي اسمها إيه؟ قوى دي اسمها أس، والقوى الأساس. يبقى أس الأس اسمها أس مين؟ أس الأس. يعني قبل برضو ما نخش على الدرس ده عاوز أديك مثال يفكرك بأولى وتانية إعدادي. تعال نشوف إيه هو المثال ده يا مستر؟ بص لو أنت كنت جيت كده في أولى إعدادي كنت بديك كده 5 أس 2 وأقول لك فسرها لي، تقول لي يا مستر الخمسة دي عبارة عن إيه؟ 5 في 5، صح كده؟ صح. طب لو جيت كده قلت لك 3 أس 3، التكرار كنا بنعملها ازاي؟ تقول لي 3 في 3 في 3، يعني متكررة كم مرة؟ 3 مرات، صح. حلو. طب لو انا اديتك كده قلت لك واحدة تاني 4 أس 3، يلا بنعملها ازاي؟ تقول لي كده 4 في 4 في 4، صح. كلام لغاية دلوقتي لذيذ ومية مية. أنا عاوزك تتقل معايا، الفيديو مش هيبقى كبير والفيديو هيبقى لذيذ واتقل عليا. حلو. طب أنا في الدرس بتاع قوى القوى ده يا مستر في كام قانون؟ بص يا صاحبي يا أخويا، الدرس بتاع قوى القوى دي فيه 3 قوانين. كم قانون؟ 3 قوانين. 3 قوانين بالظبط. فهمتهم وحفظتهم تحط رجل على رجل وتحل أي سؤال. طب واحدة واحدة، ممكن تشرح لي القوانين؟ هقول لك من عيوني. تعالى نشرح القوانين. تعالى نروح للسبورة رقم 2. تعالى نسمي الله. بسم الله. احنا قلنا بنتكلم عن حاجة اسمها قوى
القوى، صح كده؟ وقلنا ان احنا الدرس دي فيه كام قانون يا عم حسن؟ 3 قوانين. في كام قانون؟ 3 قوانين. اول قانون تبقى حافظه زي اسمك، A أس N الكل أس M. A أس N الكل أس M. مش عاوز احفظ، انا رياضه وانت مش هتوجع تقعد دماغي وتقول لي احفظ، انا عاوز افهم السؤال جه ازاي، احله ازاي من عيوني. تعالى ما تحفظش. لو جيت كده في الامتحان وقلت لك كده 5 أس 2 الكل أس 3، 5 أس 2 الكل أس 3، أحل السؤال إزاي؟ فرق. في فرق لما أقول لك 5 أس 2 الكل أس 3، وفي فرق لما إحنا كنا حليناها كده 5 أس 2 بس. طب يلا 5 أس 2 الكل أس 3 أحلها إزاي يا مستر؟ بص أس وفوقيه أس. بص مش دي أس وفوقها أس. الاتنين اضربهم على طول من غير ما افكر. الاتنين دولت مرتبطين ببعض. مرتبطين ايه؟ ببعض. يعني ايه مرتبطين ببعض؟ اول ما يشوفوا بعض يتضربوا في بعض. اول ما يشوفوا بعض يتضربوا في بعض. عايزك تفتكر كده، اس فوقيه اس. حسن اشرف قال لك ايه؟ اول ما تشوف اس فوقيه اس الاتنين بيحبوا بعض فنضربهم في بعض. يعني ننزل الخمسه زي ما هي، أس في أس، اضرب على طول يبقى 2 في 3. 5 و2 في 3 بكام؟ ب6. يبقى 5 أس 6. واحد يقول لي أنا ما فهمتش. حاضر من عين الاتنين. طالما أنت ما فهمتش في الأولى ركز في الثانية، هديك الثانية وثالثة ورابعة. يلا بص، لو اديتك مثال كده 5 أو سيبنا من 5، تعالى كده أما أقول لك مثلا 2 أس 3 الكل أس 4. يلا دي تفكها لي ازاي؟ دي كده اسمه قوى القوى. عرفت ازاي يا مستر ان هو قوى القوى؟ اهو 2 وقدامها أس وفيها أس. حسن أشرف قال لي ايه؟ الأس طالما في أس يبقى الاتنين مرتبطين ببعض، وأول ما يشوفوا بعض نضربهم في بعض. نزل الأساس زي ما هو اللي هو الاتنين. هنضرب مين في مين؟ مين الشاطر اللي يقول لي؟ اهو 3 في 4. 3 في 4. 2 تنزل. 3 في 4 بكام؟ ب 12. يبقى على طول يبقى 2 أس 12. في مشكلة في أول قانون؟ مفيش مشكلة. تيجي نعيده تاني؟ تعالى نعيده تاني عشان خاطري، اوعى تزهق مني. أنا بحب الإعادة كتير قوي. ليه؟ كتر التكرار بيعلم مين؟ الشطار. يلا لو جيت كده كتبت لك 3 أس 3 الكل أس 5. أحلها إزاي؟ واحد شاطر خلاص بقى هيوقف الفيديو ويقول لي يا مستر انت عمال ترغي كتير ليه؟ ما انت قلت لي طالما اس مرفوع لي اس اضرب من غير ما ايه؟ ما ابص، او الاتنين بيحبوا بعض فاقوم اضربهم في بعض. يبقى نزل الاساس كام؟ الاساس 3. اس مرفوع لي اس يبقى 3 في كام؟ في 5. تنزل التلاتة. 3 في 5 بكام؟ في 15. شكرا يا عم الحاج. في مشكلة؟ هل انا بقول حاجات صعبه؟ هل انا بقول حاجات معقده؟ لا. طب تيجي نطبق في مثال اكبر؟ تيجي نطبق، بس قبل ما نطبق هقول لك حاجتين لازم تكون عارفهم. عندي 3 حاجات كنت انت واخدهم قبل كده. لو انا عاوز اعمل في حاله الجمع وحاله القسمه وحاله لو في سالب، سوري مش حاله الجمع، حاله الضرب. يعني مثال، تعالى نمسك حالة الضرب الأول. لو أنا جيت كده قلت لك يا حبيب قلبي يا أخويا 5 أس 2 في 5 أس 3 بتساوي كام؟ 5 أس 2 في 5 أس 3. تقول لي بقى نضرب في بعضهم؟ يا ابني لأ، ما تبقاش غبي بقى، ما دي ما فيش أس فوقيها، ده 5 أس 2 بس في 5 أس 3. أحلها إزاي؟ في قاعدة عندك واكتبها ملحوظة ورايا، طالما الأساس متشابه أجمع على طول الأسس. طالما الأساس متشابه أجمع على طول الأسس. يعني مثال أهو 5 وهنا في 5. 5 و5 صح؟ الاتنين دول زي بعض ولا مختلفين؟ لا، تقول لي ده زي بعض. وطالما زي بعض المستر قال لي طالما زي بعض بنجمع. يبقى 5 تنزل و2 زائد 3
2 زائد 3 يقوم يديني كام؟ 5. يبقى 5 أس 5. واحد يقول لي ما فهمتش الضرب ده، ممكن تعيده لي؟ حاضر. لو جيت كده قلت لك 2 أس 3 في 2 أس 4، يلا مين اللي يحلها لي؟ على طول من غير ما تفكر، طالما الأساس متشابه، طالما الأساس متشابه، طالما الأساس متشابه، أجمع من غير ما أبص. أجمع إيه؟ أجمع الأسس. يلا طالما الأساس متشابه، الأساس واحد اللي هو 2، هنا 2 وهنا 2، تنزل 2. أجمع على طول الأسس من غير ما أبص. 3 زائد 4، 3 زائد 4 كام؟ 7. يبقى 2 أس 7. في مشكلة في حالة الضرب؟ لا. طب واحدة تاني، معلش أنا بحب دايما التكرار. كل ما تكرر المعلومة وكل ما تحل بإيدك كل ما ده يثبت في دماغك. لو جيت كده قلت لك 2 أس 4 في 2 أس 5، يلا مين اللي يضربهم لي؟ على طول من غير ما تفكر. واحد اهو شاطر، بص شاطر، قال لي 2 في 2 ده الاساس متشابه، يبقى الاثنين تنزل. وطالما الاثنين تنزل والاساس متشابه، اجمع 4 زائد 5 كام؟ 4 زائد 5 كام؟ 9. صح كده؟ يلا يبقى 2 أس كام؟ أس 9. ده في حالة مين؟ في حالة الضرب. طب في حالة القسمة يا مستر هنعمل إيه؟ هنجمع برضو؟ لا اعكس. في حالة الضرب بجمع، في حالة القسمة بطرح. في حالة الضرب بجمع، في حالة القسمة بطرح. بس خد بالك لازم الأساس يكون زي بعض. طب تعالى نروح للقسمة. يلا تعالى نخش على القسمة. في حالة القسمة بنجمع ولا بنطرح؟ بنطرح. طب ممكن تديني مثال؟ من عيوني. لو جيت كده قلت لك 5 أس 3 على 5 أس 2، يلا تديني كام؟ واحد يروح يقول لي 5 وهنا 5. صح يا حبيب قلبي. الأساس متشابه ولا مختلف؟ الأساس متشابه. المستر قال لي لو الأساس متشابه في حالة الضرب بجمع. طب الأساس متشابه في حالة القسمة بطرح. هي دي إيه؟ قسمة ولا ضرب؟ قسمة، يبقى نطرح. يبقى تنزل الخمسة زي ما هي. 3 ناقص 2 كام؟ 1. يبقى 5 أس 1. يلا واحدة تاني. بص واحد يقول لي أنا ما فهمتش، من عيوني. لو جيت كده قلت لك 3 أس 3 على 3 أس 5 يديني كام؟ من غير ما تفكر على طول 3 و3 انزل الثلاثه واروح ابص هنا دي قسمه ولا ضرب؟ ده قسمه، وطالما قسمه بطرح الاساس متشابه. 3 ناقص 5 يقوم يديني سالب كام؟ سالب 2. في مشكله؟ لا. وهنحل عليها اكتر من مره. في مشكله؟ لا. يبقى تاني كل اللي احنا قلناه انا بحب اعيد كتير. كل اللي احنا قلناه ايه؟ خدنا حاجه اسمها قوى القوى، صح؟ قلت فيها كام قانون؟ 3. ركز معايا. القانون الاول، اول ما تلاقي اس فوق اس اضرب من غير ما ابص. ازاي؟ الاثنين بيحبوا بعض. طالما الاثنين بيحبوا بعض اضربهم في بعض. اضربهم. ركز، مش اجمعهم. يعني لو لقيت 5 أس 3 الكل أس 2 الاتنين فوق بعض اضربهم في بعض، يبقى 5. 3 في 2 ب6. شكرا. قلت لك في حالة الضرب لو الأساسات متشابهة، يعني 5 أس 2 و5 أس 3 الأساس متشابه بنجمع. في حالة القسمة الأساس متشابه بنطرح. ركز في الملحوظات دي، مهمة جدا جدا جدا. طب لو كان عندي سالب، السالب بنشقلب. يعني لو جت مثلا عندي كده 2 أس سالب 1 ينفع اكتب كده؟ قال لي لا. في حالة السالب بنشقلب. يعني ايه بنشقلب؟ بص هي الاتنين دي يا صاحبي مش المفروض 2 أس سالب 1 على 1؟ شقلبها تبقى 1 على 2 أس 1. بطير السالب بمجرد ما شقلبه. ما فهمتش الحتة دي؟ أعيدها لك تاني. حتة السالب، بص السالب لو عندي كده 2 أس سالب 2 عاوز اطير السالب اعمل ازاي؟ اشقلب. هي الاتنين دي مش المفروض عليها 1؟ صح كده؟ شقلبه ازاي؟ خلي الواحد فوق والاتنين تحت. اهو لما شقلبته خليت الواحد فوق والاتنين تحت. طب يا مستر سالب 2 تنزل؟ لا، ما انت لما عكست السالب يطير، تنزل 2 بس.
يبقى في حاله السالب بنشقلب. في مشكله؟ لا. طب خد ملحوظه رقم 4. الملحوظه ايه رقم 4؟ اي حاجه اس صفر بواحد. ملحوظه رقم 4، انا بقول لك ملحوظات مهمه. ملحوظه رقم 4، اي حاجه اس صفر بكام؟ بتساوي واحد. ازاي؟ لو جيت كده قلت لك 5 اس صفر تقول لي بواحد، 6 اس صفر تقول لي على طول بواحد، 7 اس صفر تقول لي على طول بواحد. يبقى اي حاجه اس صفر تساوي على طول ايه؟ واحد. في مشكله؟ مفيش مشكله. انا شايف ان الموضوع سهل. واحد يجي يقول لي طب ما ممكن تلم لي الدنيا دي كلها في مثال واحل عليها على طول؟ اقول لك من عيوني كشكولك الجميل، ويلا بينا يا بطل. تعال نروح للملزمه بتاعتنا. ادي الملزمه اللي احنا كنا عاملينها. قبل ما نحل عاوز اقول لك ده مكرر عليك المنهج الجديد، ده المنهج الياباني اللي هو 2027. في المنهج ده مع بعضنا هندرس كام وحده؟ هندرس 4 وحدات. الوحده الاولى وهي بتتكلم عن حاجه اسمها الاعداد والعمليات، ودول كده كده درسنا هناخدهم سهلين. القوه هنخلصه، والحصه الجايه هتنزل برضه على اليوتيوب مجانا درس اسمه المعادلات الاسيه. بعد ما نخلصه هنخش على الجبر، وده بقى سهل جدا، وهخليك تحط رجل على رجل اكنك بتلعب شطرنج. الموضوع فيه سهل جدا. هندرس فيه كام درس؟ دي درس 2 3 4 5 دروس. بعد كده نخش على الهندسه، وده للناس المهندسين كده التكتيك اللي هو بيحب الروقان، كوبايه القهوه يقعد يفنن فيها، وده برضه سهل. واخيرا الوحده الرابعه وهي بتتكلم عن حاجه اسمها الاحصاء اللي هي مقياس التشتت. يبقى كام وحده هندرسها؟ 4 وحدات مع بعضينا. ده ملخص الدرس اللي انا كنت عامله لك كده في ورقه ملخصه، هنرجع له تاني. تعال نروح على المثال الاولاني يا صديقي في الله، ونبدا ان احنا نحل. المثال ده موجود في كتاب المدرسه، تعال نحله مع بعضينا واحده واحده. سمي الله. سميت الله؟ سميت الله. يلا بينا نحل. نكبر القلم شويه عشان تشوف. قال لي ايه؟ بيديني مثال واحد بيقول لي اختصر كل مما يلي الى ابسط صوره. مديني 2 اس 11 الكل اس 2، في 2 اس 3 على 2 اس 6 اس 3 في 2 اس 4. ولا حياه لمن تنادي. روق دماغك، هدوء خالص، خد نفس. يا خدت نفس حلو، اشرب كوبايه الشاي بتاعتك، خد بق ويلا بينا. تعالى نكتب له هنا الحل. بص يا صديقي، اول حاجه بعمل بسط على مقام، وامسك حاجه ماليش دعوه بالمساله كلها. لو شفت المساله كل هتتخض، انما امسك واحده جزء جزء. تعالى يا الجزء الاولاني. الجزء الاولاني كان فيه كام؟ 2 اس 11 على اس 2. دولك عاوز اعملهم ازاي؟ لسه قايل لك اول ما تشوف اس فوق اس الاتنين بيحبوا بعض فبنضربهم في بعض. يلا اهو 2 اس 11 الكل اس 2، يبقى تقول لي 2 تنزل. 11 في 2 تضرب 11 في 2، لان هما بيتضربوا على طول بيحبوا بعض. وتقول لي كده في 3 اس 2 خلاص هي ما فيهاش حاجه اعملها، يبقى انزلها 2 اس 3 زي ما هي. في مشكله؟ لا. طب ما فهمتش ده؟ افهم ده. بص 2 اس 6 الكل اس 3 في كام اس يا حبيبي؟ 2. طالما في 2 الاتنين بيحبوا بعض نضربهم على طول في بعض، يبقى هنزل الاتنين زي ما هي. هنزل الاتنين ايه؟ زي ما هي اهي. نزل الاتنين زي ما هي. والستة تتضرب في مين؟ في التلاتة. واقول في 2 اس كام؟ 2 اس 4. يلا نختصرهم. بص 2 اس 11 في 2 بكام؟ ب 22. ادي 2 اس كام بقى؟ عرفت ازاي 22؟ ضربت اهو 11 في 2. 11 في 2 ب 22. واكتب فيه 2 اس 3 تنزل زي ما هي. انزل تحت الاثنين. 6 في 3 بكام؟ 6 في 3 ب 18 اهو ب 18. واقول كده في 2 اس كام؟ 2 اس 4. يلا بقى خلاص طالما اختصرت تمام. تاني كل اللي انا عملته ايه؟ 2 اس 11 الكل اس 2. لقيت اسين رحت ضاربهم في بعض. عاوز بقى تبقى عيل معلم وذكي ومعلم، ما بتقعدش تكتب الخطوات دي. 2 اس 11 على طول، يبقى 2 في 11 ب 22. في 2 اس 3 نزلتها. انزل تحت
3 في 6 بكام وانت مغمض؟ 18. يبقى 2 اس 18 في 2 اس 4. يلا بقى بص مش الاثنين دولك زي بعض. بص الاساس متشابه. الاساس ايه؟ متشابه اهو. هنا في 2 وهنا في 2. صح زي بعض ولا عكس بعض؟ زي بعض. الاثنين اخوات. ولسه قايل لك في حاله الضرب والاساسات متشابهه بنجمع ولا بنطرح؟ رد عليا. بنجمع ولا بنطرح؟ ترد عليا وتقول لي يا مستر ما انت لسه قايل لي طالما الاساس متشابه بنزل الاساس. حلو. وطالما متشابه وفي حاله الضرب بجمع 22 زائد 3. ما تعرفش تجمع 22 زائد 3؟ 22 زائد 3 يبقى 2 اس 25. نكتب هنا 25. طب تحت برضه في 2 وهنا 2. نزل الاثنين. 18 و4 وهنا ضرب. وطالما ضرب يبقى بنجمع. 18 و4 كام؟ 22. بص دي كده اسمه. بص اتحولت معايا خلاص. دي اسمه ولا ضرب؟ لا ده 2 اس 25 على 2 اس 22. ده كده بقت اسمه. وانت لسه يا مستر قايل لي من شويه في حاله الاسمه بنطرح. اطرح. بص نزل الاثنين زي ما هي. ال 25 اطرح منها 22 تقوم تديك كام؟ 3. 2 اس 3. ممكن اختارها كده في الاختيارات لو هو جايبها لي، او ممكن يرخم عليا في الامتحان ويقول لي فكها. هي ال 2 اس 3 دي عباره عن ايه؟ تقول لي 2 في 2 في 2. 2 في 2 ب4 وهنا في 2 يعني بتساوي كام؟ 8. يبقى 2 اس 3 دي بتساوي كام؟ بتساوي 8. او ممكن على الآلة على طول تعملها تكتب 2 اس 3. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. سهلة؟ سهلة. في مشكلة فيها؟ لا. تعالى نحل مثال تاني. تعالى نحل مثال تاني. يلا مش هسيبك النهارده. بص هقول لك لغايه ما تثبت. واحد يقول لي طب يا مستر اللي فوق ده ما فهمتهاش، ممكن تقول لي مثال تاني؟ هقول لك من عيوني. اللي فات فهمت انت، فهمت مني بنسبه 50%. ده هتفهم مني بنسبه 70% باذن الله. يلا نفس القصه. خليك بقى ايه، خلاص بقيت انت معلم فيها. واحد فاهم ومعلم. يلا بيقول لي ايه؟ اختصر كل مما ياتي الى ابسط صوره. من عيوني يا عم الحاج اختصر لك. وانا صغير؟ رد عليا. وانا صغير اختصر؟ لا مش صغير. طب يلا حل معايا. اهو شرطة كسر. يلا اكس اس 2 كل سالب 3 انزل اكس. هنا 2 في سالب 3 في اسين. طالما في اس فوق اس اضربهم على طول لان الاثنين بيحبوا بعض. 2 في سالب 3 بسالب 6. واقول فيه اهو الناحية التانية اكس تنزل في برضه اس سالب 1 واس 2. طالما في اسين اضربهم يبقى سالب 1 في سالب في 2 يبقى بسالب 2. في مشكلة؟ لا. انزل تحت. اكس اس سالب 3 دي خلاص واضحة. اكس اس سالب 3 في اكس اس سالب 4 اهي بلون تاني. اكس اس سالب 4. في مشكلة كده؟ مفيش مشكلة. كل اللي انا عملته ايه؟ كل اللي انا عملته اكس لقيت فوقها اسين 2 في سالب 3 على طول من غير ما ابص. الاثنين طالما اس في اس والاثنين بيحبوا بعض اضربهم. 2 في سالب 3 لما تعملها على الآلة تديك سالب 6. الفي نزلتها زي ما هي. اكس سالب 1 في 2 يبقى كلها بكام؟ سالب 2. تحت اكس سالب 3 على اكس سالب 4. يلا بسط على مقام. هنا في اكس وهنا في اكس. الاثنين زي بعض ولا عكس بعض؟ الاثنين زي بعض يا حبيبي. فخلاص هنزل اكس واحده. طب يلا في حاله الضرب والاساسات متشابهه بنجمع ولا نطرح؟ المستر لسه قايل لي بنجمع. خسرت سالب 6 وسالب 2. لو انت ما بتعرفش تكتب السوالب بتلخفنك هعمل لك فيديو ليهم. بس استخدم الآلة يا حبيب قلبي. اكتب كده على الآلة سالب 2 زائد سالب 6. يعني معناها ايه؟ لو انت عايز تفهمها خسرت 2 وخسرت 6 يبقى خسرت كلهم كام؟ صح سالب 8. طب تحت يلا اهو اكس وهنا اكس تنزل زي ما هي الاكس. سالب 3 وسالب 4 يبقى كلهم كام؟ سالب 7. في مشكلة؟ خسرت 3 وخسرت 4 يبقى خسرت كله كام؟ 7. اعمل بالآلة لو انت بتتلخفن عادي. المهم ان انا اعرف الفكرة بتاع السؤال.
يلا ده كده اتحولت اسمها ولا اتحولت عند ضرب؟ لا، ده اكس اس سالب 8 على اكس اس سالب 7. طالما على بعض يعني اطرح. نزل اكس واحده، نزل لي اكس واحده. سالب 8، دوس كده على الآلة، سالب 8 ناقص سالب 7 تقوم تديك سالب 1. تقوم تديك كام؟ تقوم تديك سالب 1. اكس اس سالب كام؟ 1. طب واحد يقول لي وانا جيت قلت لك ينفع الاكس تبقى بسالب؟ تقول لي لا يا مستر، مش احنا كنا عشان نخلص من السالب دي بنعمل ايه؟ بنشقلب. مش هنا المفروض تعتبر على 1؟ شقلبهم يلا يا حبيبي. اهو تقول لي انا في الشقلبه مفيش زييه. شقلب يعني اللي تحت نخليه فوق، يبقى 1 على اكس. واحد تاني ذكي يقول لي طب ما انزل سالب 1. يا ابني انت غبي ليه؟ انت غبي؟ ما احنا خلاص طيرنا السالب. ما احنا طالما بنشقلب يعني السالب بيطير. خلاص طار. في مشكله؟ مفيش مشكله. يبقى تديني 1 على اكس اس 1. في مشكله؟ مفيش مشكله. ده كده القانون الاولاني. تيجي نخش على القانون الثاني والثالث على طول. تعال نخش بينا يلا يا بطل. تعال نخش على القانون الثاني. القانون الثاني اسهل مما تتخيل. قانون اسمه ايه؟ قانون اسمه حاصل ضرب قوتين. قانون اسمه ايه؟ حاصل ضرب قوتين. بص بقى، ده القانون بتاعي. بيقول لي اهو كوس A اس ام في B اس ان على K. يعني اللي هو عاوز يقوله لك، بلاش تحفظ لان الرياضه دي فهم. هو عاوز يقول لك ايه؟ انا هديك مثال والمثال ده في اس. يعني لو كتبت لك كده سالب 2 اكس 2 واي كل اس كام؟ شايف الاس ده؟ 3. التلاتة دي عامله زي راجل البيت، ما بيسيبش حد غير لما يضربه. عامله زي ابوك كده في البيت. مثلا ابوك في البيت راجل شديد صح؟ لو انت ما ذاكرتش هيجي يضربك اهو. لو اختك ما ذاكرتش هيضربها. لو اخوك التاني ما ذاكرش هيضربها. فبيعدي على كل واحد فيكم. بيعدي على كل ايه؟ كل واحد فيكم. يعني انت عاوز تقول لي يا مستر التلاتة دي تتوزع على كله؟ مش هتسيب حد. طب ما تيجي نحل. تعال نحل. هو هنا بيقول لي ايه؟ امسح بس دي اهي اللي انا عملته ده اهو. تعال نحلها. بص بيقول لي اختصر كل مما يلي لابسط صوره. هنمسك واحده واحده. تعال نمسك ده اهو، ده كده. تعال نمسكه. بص لسه قايل لك ان الاس ده عامل زي والدك في البيت او ابوك، بيعدي على كل واحد فيكم. تعال اهو افتح قوس سالب 2. ينفع ابوك ما يخشش عليك وانت بتذاكر ويضربك؟ لو انت ما ذاكرتش يضربك فيجي عندك. يبقى الثلاثه تيجي على الاثنين، تعدي على كل واحد. تروح عند الاكس تقول لها ايوه يا اكس انت فوقيكي كام؟ تقول لي انا فوقيا 2. قال لا لا لا، طب والثلاثه ينفع ما تجيش؟ تقول لها والله لا عندك. يبقى اضربها في 3. روح عند الواي عليها حد؟ لا ما عليهاش حد، بس عليها 1 يعتبر. تيجي عندها برضو ال3. يبقى انت عاوز تقول لي في القانون ده ان الاس اللي فوق بيعدي على كل واحد يتضرب فيه. يعني الواي دي عليها 1 تضربها في 3. الاكس عليها 2 هتتضرب برضه في 3. الاثنين ما عليهاش حاجه غير 1 برضه هتتضرب في 3. يبقى الاس اللي فوق بيعدي على كل واحد في الضرب. واكتب كده علامه الفي. اروح للناحيه الثانيه، افتح قوس واروح للناحيه الثانيه. نغير اللون. سالب 1 ده هيعدي على مين؟ شاطر. هيقول لي هيعدي على الاكس وهيعدي على الواي. يلا راح للاكس، خبط على الاكس. يا اكس يا اكس انت فوق كام؟ يقول لي انا فوقيا سالب 1. وانا سالب 1 برضو اجباري عليك. انا بلطجه هاجي عندك. يبقى تقول لي كده اكس هو الاكس عليه سالب 1 في اهو السالب 1 اللي الاس اللي بره ده بلطجه بيخش عندهم بلطجه. يلا ويروح عند الواي. الواي فوقها كام؟ 2. يروح عند الواي يقول لها برضه انا جاي عليك بلطجه اللي هو سالب 1. تعالى نختصر بقى واحده واحده. تعالى نختصره على طول. يلا نختصر. هنا بقى اهو. يلا السالب 2 قدامها كام؟ اس 3. يعني سالب 2 في سالب 2 في سالب 2. نزل السالب زي ما هو واضرب 2 في 2 في 2. ضربتها كم مره؟ 3 مرات. 2 في 2 في 2 ب 8 اهو. اكس تنزل 2 في 3. ال2 في 3 بكام؟ ب6. الواي معلاش غير 3 تنزل واي 3 اهو زي ما هي كده. في مشكله؟ احطها بين قوسين اهو.
يبقى تاني كل اللي انا عاوز افهمه لك ان القص اللي فوق بيعدي على كل واحد. بلطجه يعني انت اتنين ما عليك واحد، انا هاجي جنبك واتضرب فيه. يبقى 2 قص 1 في التلاتة. تروح للاكس اس 2، انت اكس مش عليك غير 2 بس انا هضربك برضه في 3، يبقى 2 في 3. الواي معلش حد، يلا يا باشا مش عليك واحد، يبقى 1 في 3. يبقى القص اللي بره بيعدي على كل واحد. بلطجه عدى على كل واحد، عدى على الاثنين بقى فيها، عدى على الاكس اتضرب في الاثنين، عدى على الواي بقى 3. ضربت الاثنين دي فكيتها، 2 في 2 في 2 ب 8 ونزلت السالب. 2 في 3 بكام؟ ب 6 والواي ب 3. في اهو الناحيه الثانيه تعالى نروح اهو، تعالى نفك دولك قوس اهو ونفكه. اكس اس سالب 1. سالب 1 في كام؟ سالب 1 في سالب 1. سالب في سالب بموجب، يبقى اكس قصادها 1. طب والواي قصادها سالب 2. 2 في سالب 1 بسالب 2. تعالى بقى نروح نختصر. يلا بص مش دولك زي بعض؟ بس هنا واحد ذكي بقى يقول لي يا مستر خلي في بالك. اقول له ايه؟ يقول لي التمانية دي ما عندهاش حاجه، مفيش حد زيها. صح يا حبيب قلبي، طالما التمانية مفيش قصادها حاجه نزلها زي ما هي كده معززه مكرمه، العروسه بتاعتنا نزلتها. طب يفضل مين هنا؟ اكس. وشايف مين ده؟ اكس. وهنا في ايه؟ ضرب. وانت لسه يا مستر قايل لي في حاله الضرب بنجمع اكس واكس زي بعض. يبقى 6 زائد 1 يبقى 7، يبقى سالب 8 اكس اس 7. يلا 3 زائد سالب 2. 3 زائد سالب 2 لو كتبتها على الآلة هتديك 1، يبقى الواي بواحد، والواحد ما بيتكتبش، يبقى ده الناتج بتاع النهائي اهو سالب 8 اكس اس 7 واي. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. يبقى تاني عاوز افهمك ان الاس بتاع الثلاثه ده او اس الواحد ايا يكن بيعدي على كل الناس اللي جوه، يضربهم على طول في بعضهم ثم اختصر. اختصر ازاي؟ ده شبه ده اهو، نزلت منه 1. وفي حاله الضرب بنجمع الستة جمعتها مع الواحد ادتني 7، والتلاتة جمعتها مع سالب 2 تدتني 1، والواحد ما بيتكتبش. طب التمانية في حد قصادها؟ لا، نزلتها زي ما هي. ده اختصرتها في ابسط صوره. عيد الفيديو مره واثنين واقعد اتفرج. في مشكله؟ لا. تعال نخش القانون الثالث. القانون الثالث اسهل مما تتخيل، هي سؤال واحد وخلاص. طب ايه هو السؤال الواحد ده؟ بيقول لي قانون قوه خارج قسمه قوتين. مديني قانون برضو باللغه الانجليزيه، وانا مش هقعد اتعب دماغي يا مستر، والرياضه فهم وانت قلت لي فهم. انا المثال اللي فات فهمت فالدنيا تمام. طب ده انا عاوز اخد مثال افهم. بص يا حبيب قلبي، هو بيقول لك ايه؟ طالما جايب لك اسمه وقص بره، القص اللي بره ده بيتضرب مره فوق مره تحت. شكرا. لا 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 يا مستر هي بالسهوله دي؟ او اقسم بالله يا اخي مش مصدق صح؟ طب تعالى يلا يا مستر قول لي اهو، قلت لك القص اللي بره بيتضرب مره فوق مره تحت. طب يلا اكتبها لي. مش هي كده المساله بتقول لي كده 2 أس 3 على 7 أس 2 الكل أس 5. أنت لسه قايل لي يا مستر القص اللي بره بيتضرب مرة فوق بيتضرب مرة تحت. يا حبيب قلبي أهو بص يلا 2 أس 3 اضرب في دي، في القص اللي بره يتضرب مرة هنا يبقى 5. انزل تحت 7 أس 2 اضربه في القص اللي تحت يبقى 5. يلا يا حبيبي بص، يلا 2 تنزل والسبعة تنزل. يلا بص يلا 2 3 في كام؟ في 5. 3 في 5 ب 15، يبقى 2 أس 15. 2 في 5 ب 10، يبقى 7 أس 10. وده الناتج بتاعي. بالسهولة دي؟ وعهد ربنا بالسهولة دي. في حاجة؟ لا. يبقى أنا كده خلصت الدرس 3 قوانين. القانون الأول نراجع مراجعة سريعة في دقيقة واحدة، في دقيقة. أنا عارف إن أنا زهقتك، معلش استحملني. أنا كده يلا الدقيقة الأولى أنا خدت قانون حاجة اسمها أس فوق أس. طالما أس فوق أس بضربهم على طول. يعني لو 5 أس 2 الكل أس 3. يبقى أضرب الاتنين في التلاتة في 6، يبقى 5 أس 6. وفرق بين كده لما يجي لك 5 أس 2 و5 أس 2 الكل أس 3.
وهنا فرق 5 اس 2 اس 3. فرق. تعالى اكتبها لك هنا تحت ملحوظه سريعه معلش. لما يجي لي كده فرق ما بينهم 5 اس 3 اس 2 وهنا 5 اس 3 الكل اس 2 الكل اس 2. فرق. بص دي ما فيش دي ما فيش اكواس فيها. طالما ما فيش اكواس فيها يبقى هنزل الخمسه اهي. والثلاثه دي اسها 2 يعني تضرب الثلاثه مرتين، يعني تضرب كده 3 في 3 يبقى 5 اس 9. ده الناتج بتاعها. طب دي بص نزل الخمسه زي ما هي، وطالما اس فوقها اس وفي كواس اضربهم، يبقى تضرب الثلاثه في الاثنين يبقى 5 اس 6. دي في فرق ودي في فرق، ركز ما بينهم. في مشكله؟ لا. طب في نهايه بقى الدرس بص اعمل لك ملخص الوحده مين؟ الاولى. الملخص ده بيقول لي ايه؟ مراجعه دقيقه واحده عشان احنا خدناه. الملخص ده بيقول لي اهو في حالة الضرب في حالة الضرب بنعمل ايه يا مستر؟ في حالة الضرب بنجمع. في حالة الضرب بنجمع. طب في حالة القسمة بنطرح. في حالة القسمة بنطرح. مش انا قلت لك كده؟ طب يلا. ولسه قايل لك لو في حالة قوة حاصل ضربتين بنوزعهم. ولسه قايل لك ده، وقايل لك قانون القوة ده. مش عايزك تحفظ قوانين، انا عاوزك تفهم على طول المثال. طب انزل معايا اهو. قال لي ايه تاني؟ عاوز اقول لك ان الاس بصفر، اي حاجه اس صفر بكام؟ بواحد. لو جيت قلت لك 5 اس صفر بكام تقول لي بواحد. طب لو الاس سالب اهو، الاس سالب ايه اللي بيحصل له؟ بنشقلبه، يعني 2 اس سالب 3 شقلب، مش الاثنين ده على واحد يبقى 1 على 2 اس 3. في مشكله؟ لا. سايب لك بقى دي يا صديقي اهي، صغر سنه. دي سايبها لك ليه بقى؟ بيقول لي اختصر كل مما يلي. الاختصارات دي بقى ايه؟ دي بقى تشغل دماغك فيها، ودي تحلها لي واجب في البيت، واشوفها قبل ما تيجي الحصه الجايه تبعتها لي في الكومنتات تحت. الواجب ده عباره عن مثال 2 3 4 5 6 كلهم خدناه في المحاضره النهارده. انا ما طولتش عليك، احنا شرحنا درس اسمه قوى القوى. الفيديو الجاي هتلاقيني حالل كل اسئله كتاب المدرسه وكتاب المعاصر مجانا على قناتنا على اليوتيوب، وهتلاقيني بعد المحل دول هتلاقيني منزل لك برضو المحاضره الجايه الدرس الثاني المعادلات الاسيه. ان شاء الله المنهج كله بتاعك مجانا هينزل لك على قناه اليوتيوب. اهم حاجه عاوزه منك اللي انت هتعمل لي اللايك بتاعك والكومنتات، واول واحد هيبعت الحل ده في الكومنتات تحت والاقيه صح ليه مني جايزه في فودافون كاش او انستا باي هيبعتها له على طول. يا صديقي انا جاي اخليك تقفل ماده الرياضه وتفهمها، مش جاي احل لك حفظ قوانين وخلاص. انا بمشي معاك السلم واحده واحده. يعني ايه واحده واحده؟ ما ينفعش ان انا ادي لك مسائل ابداعيه على طول انت هتتنح لي كده. لا، شرحت فهمت الدرس وليكن فهمته بنسبه 60 70%، ثم الحصه الجايه لما تلاقيني بحل كتاب المعاصر وبحل كتاب المدرسه كتر التكرار الحل بيثبت المعلومه معاك، ثم بعد كده اعمل لك مساله ابداعيه يبقى انت كده خلاص الدرس فرمته. بعد ما نخلص الوحده الاولى بعمل لك مراجعه عليها كامله وامتحان كامل عليه. اشوفكم المحاضره الجايه في حصه حل كتاب المعاصر وكتاب المدرسه، وما تنسوش تعملوا لي تحلوا الواجب ده وتبعتوا لي في الكومنتات تحت، واول واحد هيحله ليه جايزه مني. كان معاكم استاذ حسن اشرف، اشوفكم على خير الحصه الجايه ابطال ثالثه اعدادي. سلام.